الجوافة من الفواكه اللي طعمها حلو، لكن مشكلتها انها سريعة التلف وبتبوظ بسرعة. فتعالوا كده اقول لكم ازاي تخزنوا الجوافة بطريقة مختلفة شوية، وكمان هقول لكم على شوية تريكات مهمة علشان التخزين يبقى سليم 100% ويعيش معاك فترة اطول. لكن قبل ما نبدأ صلوا على النبي واعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا اقول لكم الطريقة. طريقة تخزين الجوافة: هتنزلوا السوق تجيبوا الكمية اللي انتوا محتاجينها للتخزين. انا هنا استخدمت 2 كيلو ونص. طبعا في البداية هنبتدي ان احنا ننقي الجوافة ونفرزها كويس جدا، ولما تيجي تخزن الجوافة هنستبعد الجوافة اللي عمرها كبير او مستوية زيادة عن اللزوم، والجوافة اللي لسه ما استوتش او لونها اخضر برضه هنستبعدها. هنقسم الكمية اللي معانا نصين، النص الاول هنستخدمه في ان احنا نخزن الجوافة بالتجميد، النص التاني بقى هنعمل منه احلى مربى جوافة هتشوفها. ما تنساش بقى تشترك في القناة علشان تشوف فيديو المربى اول ما ينزل. نرجع بقى لموضوع النهارده وندخل على اول مرحلة معانا وهي مرحلة الغسيل. لو متابعنا ليك فترة هتعرف ان اهم مرحلة معانا مرحلة الغسيل، ولازم نغسل الجوافة كويس لانها بتبقى عرضة للاتربة والمبيدات، ولانكم في النهاية مسؤولين عن صحة عيلتكم. وهنا نكون خلصنا مرحلة الغسيل. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التجهيز، وكل اللي هنحتاجه في المرحلة دي سكينة ومعلقة فقط لا غير. واستنوا معانا لنهاية الفيديو هقول لكم على اضافتين هيخلوا الجوافة تعيش فترة اطول. اولا طريقة التقطيع: هنشيل الجزء اللي ملوش لازمة في الجوافة، القاعدة والجزء المدبب. طيب احنا ليه اخترنا نخزن الجوافة؟ لسببين مهمين. اول حاجة لان ده موسم الجوافة وسعرها حاليا حلو جدا، فليه ما نستغلش الفرصة دي ونخزنها. تاني حاجة فوائد الجوافة واللي هنحتاجها طول السنة. اول حاجة غنية بالفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين B1 وفيتامين B2. تاني حاجة فيها املاح معدنية زي الحديد والفوسفور والكالسيوم، وكل الحاجات دي مفيدة للجسم والمناعة. طيب لو انت او اولادك مش بتحبوا تاكلوا الجوافة ما تقلقش، لان الفيديو اللي جاي هيكون عن تحويل الجوافة لمربى، وهتاكل الجوافة بطريقة مختلفة تماما وهتستفيد من كل الفوائد من غير ما تحس. اهم حاجة لو لسه ما صليتش على النبي صلى على النبي، دي اهم حاجة في الفيديو، ولايك واشتراك في القناة كده مش هتخسر حاجة. ولو عندكم اي سؤال بخصوص الاغذية اكتبوا لنا في الكومنتات وهنرد عليكم. وهنا نكون خلصنا المرحلة دي. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده. هنقطع الجوافة نصين، وبعدين بالمعلقة هنبتدي ان احنا نشيل البذور، ولو فاكرين ان البذور دي هتترمي تبقوا غلطانين. هنجففها وهنعمل فيديو قريب نشرح فيه ازاي تزرعها بطريقة سهلة جدا. سرع لنا يا ابن الحتة دي علشان ما نطولش عليهم. وهنا نكون خلصنا المرحلة دي. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده. بعد ما شلنا البذور هنبتدي ان احنا نقطع الجوافة قطع صغيرة، وعلشان التخزين يكون ناجح 100% هتضيف الحاجتين اللي قلتلك عليهم في اول الفيديو. اول حاجة وهو الليمون، والليمون هنا هيمنع الاسمرار وهيضيف للجوافة طعم لازح كده جميل. تاني اضافة معانا وهي السكر، والسكر هنا بيكون اختياري. بص هي تتاكل كده مش محتاجة تخزين. بعد ما تعمل كل ده اهم حاجة الخطوة اللي جاية دي، كيسك محكم الغلق وتبتدي انك تفرغ منه الهواء كويس جدا جدا. ده الجزء الاول بخصوص الجوافة. الجزء التاني ان شاء الله هنعمل المربى. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واعملوا لنا لايك واشتراك في القناة. انا المهندس كريم رجب، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.